السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي يا حبايبي يا اولى اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله النهارده موعدنا مع الدرس الخامس، المجموعات والعمليات عليها يا باشمهندس. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو مع كل اصحابك. يلا بينا يا باشمهندس، واللي ما سمعش الحصة يروح يسمعها الأول. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك حدد أي مما يأتي مجموعة وأيهما ليست مجموعة. احنا خدنا في الدرس المجموعة بيكون ليها عدد معين، واللي مش مجموعة ملهاش عدد. طيب، القصص الجميلة يا باشمهندس، القصص الجميلة في مليون قصة، هل أنا عارف ليها عدد؟ لا، يبقى دي ليست مجموعة يا باشمهندس، الله ينور. طيب، أرقام العدد 2025، طب ما أنا عارفهم يا باشمهندس، اللي هم شاطر، الاثنين والصفر والخمسة. انا ما بكررش في المجموعه، يبقى 2 و0 و5. طيب، الدول العربيه يا باشمهندس، طب ما انا عارف الدول العربيه كام دوله، يبقى دي اذا مجموعه، ودي مجموعه، يبقى ديت ايه؟ مجموعه. طيب، فصول السنه يا باشمهندس، طب ما انا عارفهم، صيف خريف شتاء ربيع، 4 فصول، اذا دي مجموعه. طيب، حروف كلمه مصر، مصر يا باشمهندس 3 حروف، ميم صاد راء، اذا مجموعه. طيب، الالوان المفضله، هل انا اعرف ايه الالوان المفضله لحد؟ لا، انا مش عايز اسال العالم كله، يبقى ديت ليست مجموعه يا باشمهندس. رقم 2 بيقول لك استخدم طريقه السرد. احنا قلنا عندنا 3 طرق: الصفه المميزه وطريقه السرد وشكل فين. هنا بيقول لك عاوز طريقه السرد للتعبير عن كل من المجموعات التاليه. رقم 1 يا باشمهندس بيقول لك مجموعه الاعداد الطبيعيه، ركز بالله عليه، الفرديه الاقل من 12. طبيعيه فرديه، طبيعية فردية. ايه يا باشمهندس الارقام الفردية اللي اقل من 18 والطبيعية؟ الواحد شاطر، والتلاتة شاطر، والخمس شاطر، والسبعة شاطر، والتسعة وال11، واوعى تقول لي ال13 علشان احنا قلنا الاقل من 12، يبقى من الواحد لل11 الارقام الفردية الطبيعية يا باشمهندس. طيب، رقم 3 بيقول لك هي مجموعة من الأعداد الصحيحة السالبة. الصحيحة السالبة يا باشمهندس، احنا عندنا، مش احنا إن شاء الله في الدرس اللي جاي هناخد الأعداد الصحيحة. الأعداد الصحيحة عندنا أعداد صحيحة موجبة وأعداد صحيحة سالبة والصفر. طيب، السالبة عندنا يا باشمهندس من -1، -2، -3، إلى ما لا نهاية، إلى سالب ما لا نهاية. يبقى عندنا من -1 إلى سالب ما لا نهاية، دي أعداد الصحيحة السالبة. طيب، رقم 6 يا باشمهندس بيقول لك سي هي مجموعة أرقام العدد 1 و2 و3 3 2 5 5 1. هنعمله إيه؟ سافهة وجميل، هنكتبه السي تساوي، ركز معايا بقى يا باشمهندس، وهفتح مجموعة يا حبيب قلبي، وهكتب فيها ايه؟ 1 و2 و3. هكتب 3 تاني؟ لا، المجموعة شاطر ما بكررش، هكتب 3 واحدة، وهكتب 2 واحدة، وبعد كده هكتب 5 واقفل المجموعة. قول لي هتكتب واحد تاني؟ لا يا باشمهندس، 1 و2 و3 و5 بس. ليه؟ علشان هكتبها لك اهي، في المجموعة ما بكررش، في المجموعة يا باشمهندس ما بكررش. طيب، رقم 7 بيقول لك اكس الى اكس، دي اسمها طريقه الصفه المميزه. عاوز اكس اكبر من او يساوي -3. ايه اللي اكبر من -3؟ يجي رايح ولا قايل لي -4. 2 على خيبتك واسكت يا حبيبي. اللي اكبر من -3 -2 والسالب 1 والصفر والواحد والاثنين الى ما لا نهايه يا قلبي. يبقى اللي اكبر من -3 -2. هتقول لي ازاي؟ الاصغر، يعني الرقم الاصغر في السوالب هو الاكبر. ليه يا باشمهندس؟ عندنا -3 اكبر ولا -4؟ -3 اكبر ولا -4؟ لا، -3. ليه؟ عشان السالب يعني لو حطيت كل ما العدد يكبر في السالب يبقى صغير يا باشمهندس. طيب، بعد كده رقم 3 يا حبيب قلبي بيقول لك اوجد قيمه اكس وواي في كل مما ياتي. رقم 1 2 يا باشمهندس تنتمي
خلينا نتفق على اتفاق بقى. تنتمي ولا تنتمي مع الأعداد. يبقى أول ما الاقي عدد تنتمي ولا تنتمي. طيب تحتوي ولا تحتوي، ما احنا شرحنا كل ده في الدرس. مع المجموعات. شاطر. طيب 2 تنتمي لإكس و3. أكيد الإكس بكام؟ أكيد الإكس ب2. ما هي المجموعة هتبقى 2 و3. طيب رقم 2 بيقول لك 4 تنتمي ل3 وواي زائد 1 و5. يبقى أكيد الواي زائد 1 بتساوي 4. يبقى الواي يا باشمهندس هتساوي. شاطر. يبقى الواي هنا هتساوي 3 يا حبيب قلبي. طيب رقم 3 بيقول لك اكس ناقص 1 تنتمي للستة. يبقى اكس ناقص 1 هتساوي الستة. يبقى اكس هتساوي 7 يا باشمهندس. يبقى اكس هنا بكام؟ الله ينور عليك، هتساوي 7. طيب رقم 4 بيقول لك واي احد عوامل العدد 9. عندنا رقم 4 اللي واي تنتمي لايه؟ 2 و3 و5. يبقى عوامل التسعه يعني ايه عوامل؟ مش انا اديتها لك في كورس الاساسيات يا ولا؟ العوامل اللي بيقبل على التسعه، ايه اللي يقبل على التسعه؟ 3. يبقى واي بتساوي 3. سؤال حلو. يبقى العوامل العدد اللي بيقبل على التسعه عندنا هو ايه؟ الثلاثه. شاطر. رقم 5 بيقول لك اكس الى اكس. اكس تنتمي 3 6 1. اكس احد العوامل الاوليه لعدد 6. ايه العوامل الاوليه لعدد 6 يا باشمهندس؟ لو انت شاطر قول لي. 3 اوليه. ما ممكن ياخدوا 6 بس هو لك اوليه. هل الستة عدد اولي؟ لا. احنا عندنا العدد الاوليه 2 و3. العدد الاولي اللي بيقبل على نفسه وعلى الواحد الصحيح يا ولا، ركز بس. طيب رقم 6 بيقول لك 1 و4 بتساوي المجموعه اكس و1. ايه اللي فاضل؟ هنا 1 وهنا 1. طب المفروض هنا 4 وهنا 4. يبقى اكس بتساوي 4. ده لعبه سهله يا استاذ. انا عارف ليه سهله يا قلبي. طيب بعد كده يا باشمهندس بيقول لك 5 وواي بتساوي 7 واكس. طيب هنا المفروض يكون 5 و7 وهنا 7 و5. طيب 5 وهنا المفروض يكون 7 وهنا 7 و5. يبقى الاكس هتساوي 5 والواي هتساوي 7. شاطر شاطر شاطر. رقم 8 عندي 7 وواي و9 و5 واكس و7. ايه اللي فاضل يا قلبي؟ هنا 7 و9. طب ما هنا 7 بس ما فيش 9 يبقى لازم يكون في 9. طيب وهنا في 7 و9 وهنا في 7 و9 وفي 5. طب هنا مفيش 5. يبقى الاكس هتساوي 9 والواي هتساوي يا قلبي. شاطر 5. طيب اخر واحده سؤال كويس. بيقول لك يا باشمهندس ان اكس ناقص 2 بتساوي 6. شاطر. الثلاثه هل هتساوي 6؟ لا. 3 هتساوي الواي زائد 2. طيب الواي هتساوي 1. طب الاكس يبقى اكس ناقص 2 بتساوي 6. اكس ناقص 2 هتساوي 6. اذا الاكس هتساوي يا باشمهندس 8. يبقى الاكس ب 8 والواي يا قلبي ب1. يلا بينا نكمل. بعد كده بقى يا باشمهندس رقم 5 بيقول لك يا باشمهندس حط تنتمي او لا تنتمي وتحتوي ولا تحتوي. احنا اتفقنا اتفاق تنتمي ولا تنتوي. شاطر. مع الاعداد. طيب تحتوي ولا تحتوي مع. شاطر. المجموعات. طيب رقم 2 و3 دي يا باشمهندس مجموعه ولا مش مجموعه؟ مجموعه. يبقى انا تحتوي ولا تحتوي. طب في هنا 2 و3 يبقى تحتوي يا استاذ. طيب بي ده عنصر يبقى تنتمي او لا تنتمي. هي موجود هنا يبقى تنتمي يا باشمهندس. طيب 1 و2 الاثنين موجوده بس الواحد مش موجود يبقى لا تحتوي يا حبيب قلبي. طيب الصفر والفاي. هل الصفر يا باشمهندس ده عدد موجود في الفاي؟ لا يبقى لا تنتمي. الفاي دي مجموعه خاليه، مجموعه ما فيهاش عناصر. الصفر ده عنصر. طيب هل الفاي دي مجموعه 7 و9 تحتوي ولا تحتوي؟ ايوه تحتوي يا ولا، اوعى تغلط. اي مجموعه جواها المجموعه فاي. اي مجموعه جواها المجموعه فاي يعني المجموعه الخاليه. طيب المجموعه الصفر تحتوي ولا تحتوي فاي؟ لا تحتوي.
لا تحتوي يا باشمهندس. رقم 7 بيقول لك سالب 2 و5 اللي هو شاطر دي مجموعه، يبقى هجري على التحتوي ولا تحتوي. هل السالب 2 في الاعداد الطبيعيه؟ لا تحتوي. احنا عندنا الاعداد الطبيعيه من صفر الى ما لا نهايه. طيب يا باشمهندس نص و9 وسالب 1 هل في الاعداد النسبيه؟ ايوه يا باشمهندس، ما احنا درسنا الاعداد النسبيه في الكورس يا باشمهندس، روح بقى اسمعه، ده اول حصه الاعداد النسبيه. يبقى كورس الاساسيات مهم جدا جدا عشان بيجي لي عليه اسئله، فارجع اسمع كورس الاساسيات. طيب ان دي يا باشمهندس مجموعه، وكيو ديت مجموعه، يبقى هاخد تحتوي ان جزء من كيو، خدناها في الكورس، ان جزء من كيو، ان جزء من الكيو. ليه؟ امهم كلهم الكبيره هي الاعداد النسبيه، ان جزء منها. طيب زد وزد، زد جزء من زد، اي مجموعه جزء من نفسها، اي مجموعه جزء من نفسها. الله ينور عليك. رقم 6 يا باشمهندس بيقول لك اكس تقاطع واي، ده شكل فين، ده اسمه شكل فين. اكس تقاطع واي هو التلاتة يا استاذي، يبقى مجموعة التلاتة. طب الاتحاد يا قلبي هناخده 1 و2 و3 و4، كل العناصر يا قلبي، يبقى كل العناصر اتحاد، والتقاطع يا حبيب قلبي هو العنصر المتقاطع هنا وهنا. طيب هنا اكس تقاطع واي، هل في يا باشمهندس اعداد مشتركه؟ فاي، اوعى تقول لي صفر، فاي. طيب اكس اتحاد واي كل العناصر يا قلبي، يبقى 2 و3 و5 و7 يا حبيب قلبي. طيب هنا يا باشمهندس اكس تقاطع واي سهله وبسيطه يا استاذي، ديت اكس، بص اكس جزء من واي، يبقى اكس تقاطع واي مجموعه اكس اللي هي 2 و7 يا باشمهندس. طيب الاتحاد كله بقى 2 و5 و7 يا حبيب قلبي. رقم 4 بيقول لك اكس تقاطع واي، اكس تقاطع واي هي ايه؟ مين شاطر اللي يقول؟ هي المجموعه نفسها 5 وال7 يا قلبي. طيب اكس اتحاد واي هي 5 وال7، هي مفيش مجموعه غيرها، تقاطع هي، اتحاد هي، اوعى يضحك عليك. طيب رقم 7 يا باشمهندس بيقول لك في من شكل فين المقابل اوجد A تقاطع B، A تقاطع B، يعني ركز بقى، اللي موجود في A و B، اولا B جزء من A، فهتبقى شاطر، هتبقى مجموعه B كلها اللي هي الثلاثه والسبعه يا قلبي اللي هي المجموعه B. طيب طول ما B جزء من A يبقى في التقاطع هناخده B. طيب B اتحاد C، B اتحاد C كل العناصر اللي موجوده هنا وهنا، يبقى هناخدها من الصغير للكبير، 1 شاطر و3 و7 و5 وشاطر و9 يا باشمهندس. طيب ايه تقاطع B تقاطع C، ايه تقاطع B الثلاثة والسبع. طيب تقاطع بعد كده بقى ايه تقاطع B جبناهم المجموعة 3 والسبع. طيب بعد كده مع C في السبعة بس يا باشمهندس، يبقى المجموعة 7 بس. طيب بص بقى B تقاطع C، B تقاطع C في السبعة اتحاد ايه؟ يبقى 1 و2 و3 و4 و7 كل العناصر 1 و2 و3 و4 و7، يبقى الاتحاد اخد كله، في التقاطع باخد المتقاطع بس يا باشمهندس. رقم 8 من شكل فين المقابل اوجد ايه تقاطع B اللي موجود في ايه واللي موجود في B المجموعه 3 و5. شاطر 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 اهم دول يا قلبي. طيب ايه اتحاد سي اللي موجود في ايه وفي سي بدون تكرار، بدون تكرار، يبقى اللي موجود في ايه وسي 2 و3 و4 و5 و7 و9 يا باشمهندس. طيب ايه تقاطع بي، ايه تقاطع بي في الثلاثه والخمسه، تقاطع سي في الخمسه بس، اللي مشترك هنا وهنا 3 والخمسه. طيب اللي مشترك بين بي و A وB وC هي الخمسة بس يا باشمهندس، المجموعة 5 بس.
طيب ب اتحاد سي، ب اتحاد سي في كل العناصر دي 1 و3 و5 و7 و9 و2. شاطر. التقاطع ايه؟ تقاطع ايه؟ تقاطع ايه اللي موجود في ايه؟ 3 و5 و2 و4. يبقى هيبقى دي ايه في الاخر؟ 2 و3 و5، 2 و3 و5 موجود هنا يا باشمهندس وكل ده. طيب يلا بينا نكمل. رقم 12 بقى يا باشمهندس، بيقول لك عاوز ايه؟ تقاطع بي. اول حاجه ايه اللي موجود في ايه وبي؟ عندنا الخمسه موجوده هنا وهنا يبقى الخمسه. طب الاثنين مش موجود، طب الثلاثه مش موجود، طب السبعه موجوده. يبقى عندنا ايه تقاطع بي؟ ايه ببص كل حاجه على حده. ايه تقاطع بي هتساوي الخمسه والسبعه المجموع. طيب بعد كده تقاطع سي، عندنا ايه اللي في سي؟ عندنا سي يا باشمهندس فيها السبعه والاثنين، يبقى هنا السبعه وهنا السبعه، يبقى المجموعه سبعه بس يا باشمهندس. الله ينور عليك. طيب رقم اثنين، ايه اتحاد بي؟ ايه اتحاد بي؟ شاطر شاطر شاطر. يبقى هناخد كل العناصر بقى بس بدون تكرار. ايه اتحاد بي اتحاد سي؟ هاخد كل العناصر بدون تكرار. يبقى هناخده 2 و7 و5 و4 و3، يبقى 2 و3 و4 و5 و7 يا باشمهندس. اوعى تكرر، اوعى تكتب الرقم مرتين جوه المجموعه. طيب ايه اتحاد بي؟ ماشي، 5 و2 و3 و7 و4. تقاطع سي هي السبعة بس يا باشمهندس والاثنين، يبقى اللي موجود هنا وهنا هيبقى السبعة والاثنين، السبعة والاثنين يا قلبي. طيب يلا بينا نكمل. بعد كده بقى بقول لك ايه جزء من بي. طيب ايه تقاطع بي؟ هيدينا المجموعة ايه؟ ده واخدينها في الحصة. في التقاطع باخد الصغيرة. طب في الاتحاد يبقى البي. طيب ايه بيساوي بي؟ طيب ايه تقاطع؟ هيدينا الايه يا البي. طيب وهنا ايه يا البي متساويين يا باشمهندس. رقم 3 ايه تقاطع فاي بفاي؟ فاي دي مجموعه خاليه. طيب اكس اتحاد إيه فاي باكس. طيب اكس تقاطع اكس باكس يا باشمهندس. بيقول لك اكس و3 جزء من 3 و5، هنا الثلاثه يبقى اكس اكيد بخمسه. سؤال تافه وسهل. يلا بينا نكمل الاختيار. بعد كده بقى يا باشمهندس اسئله الاختيار. بيقول لك الثمانيه، 8 ده عدد، يبقى تنتمي او لا تنتمي. موجود هنا؟ لا، يبقى لا تنتمي. طيب 6 دي مجموعه، تركيز من النار، هل المجموعه موجوده هنا؟ يبقى لا تحتوي. طيب الفاي دي يا باشمهندس اوعى تبقى مغفل، دي مجموعه خاليه، يبقى تحتوي ولا تحتوي؟ هل لا؟ اي تحتوي. بص يا باشمهندس، اي مجموعه، المجموعه الخاليه تحتوي من اي مجموعه، تمام؟ بل المجموعه الخاليه تحتوي من اي مجموعه. رقم 4، إذا كانت x تنتمي ل 2 و5 و8، فما القيمة التي لا يمكن أن تساويها x؟ هي x ممكن 2 أو 5 أو 8، 2 أو 5 أو 8، بس مستحيل تساوي الثلاثة يا باشمهندس. رقم 5 بيقول لك إذا كانت x لا تنتمي 3 و4 بواحد، فإن x يمكن أن تساوي، يبقى هي مستحيل تساوي 1 أو مستحيل تساوي 3 أو مستحيل تساوي 4، ممكن تساوي 2، حاجة مش جوه المجموعة يا ولد. طيب إذا كانت إيه ب2 و5 و8، فأي مما يلي صحيح، فأي مما يلي صحيح. هل المجموعة يا ولد يا ولد ركز، هل المجموعة بتاخد تنتمي؟ غلط. مجموعة تنتمي؟ غلط. المجموعة تحتوي؟ ماشي. طيب الخمسة جزء من إيه؟ طب ما مظبوط، يبقى الإجابة ج. هل الخمسة وثمانية لا تحتوي لإيه؟ غلط، تحتوي. طيب رقم 7 يا باشمهندس، إذا كانت A بتساوي 4 و2 و7 وكانت B جزء من A، جزء يبقى مجموعة صغيرة. طيب فأي مال يمكن أن تكون مجموعة B؟ 4 و6، هل موجود 6 هنا؟ لا. 1 و3 و5؟ لا. 4 و3 و7، هل موجود 3؟ لا. 7 و2، هذا السبعة ولا 2 ممكن أيوه تساويها. طيب رقم 8 بيقول لك إذا كانت 1 وإكس و4 و3 بتساوي المجموعة واي و5 و3 و4،
اللي موجود هنا ومش موجود هنا واللي موجود هنا ومش موجود هنا هنكملوا بعض. هنا 3 و4 و5، المفروض لازم يكون هنا 3 و4 و5، يبقى الاكس ب5. الاكس بتساوي 5. طيب هنا عندنا 1 و5 و4 و3، هنا 3 و4 و5، الواي بواحد، الواي هتساوي 1. عاوز اكس زائد واي، يبقى 5 زائد 1 هتساوي يا باشمهندسي ج 6. الله ينور عليك. طيب رقم 9 بيقول لك إذا كان المجموعة دي بتساوي دي 3 و6 و7، وهنا 3 و5 و6، يبقى واي بيساوي 7. شفت بقى التفكير يا باشمهندس؟ واي بتساوي 7. طيب هنا 3 و5 و7 و6، وهنا 3 و6 و7، يبقى اكس بتساوي 5. عاوز واي ناقص اكس. واي ب5 واي ب7 ناقص 5 تدينا يا باشمهندس 2. الإجابة رقم ج. رقم 10 السبعة و3 اكس بتساوي 6 وواي زائد 3، يبقى ال3 اكس هتساوي 6، ال3 اكس هتساوي 6، يبقى الاكس هتساوي شاطر 2 بقسم على 3. طيب واي زائد 3 هتساوي 7، اذا الواي هتساوي 4، يبقى 4 و2 6. الله ينور عليك يا باشمهندس، يبقى الاجابه ج. وعاوز واي زائد اكس. يلا بينا نكمل. بعد كده يا باشمهندس رقم 11 بيقول لك المجموعه A والمجموعه B، عاوز ايه تقاطع B يا باشمهندس؟ تفيهيشن B تقاطع اللي هنا وهنا هو ال8. رقم 12 اذا كانت A ب8 و9 و6 وB ب2 و6 و7، ايه تقاطع B؟ اللي موجود هنا وهنا، موجود هنا 6 وموجود هنا 6، هل موجود حاجه تاني؟ لا، يبقى الستة تفيهيشن. طيب رقم 13 A ب8 و9 و6 وB ب2 و6 و7، فما المجموعه التي تعبر عن ايه؟ اتحاد. اتحاد يا جدعان، اتحاد، عشان عارفكم والله بتشوفوا غلط. يعني كله، يبقى هاخدهم 2 و6 و7 و8 و9 بدون تكرار عشان ما اقتلكش. طيب رقم 14 الاي ب 2 و3 و4 والبي ب 2 و7 والسي ب 1 و2 و5، ايه تقاطع بي تقاطع سي. هات لي رقم موجود في الثلاثه. هو الايه؟ هو الاثنين، هو الاثنين، هو الاثنين اللي مزهقنا الاثنين. يبقى الاجابه رقم 14 بي ج يا باشمهندس، المجموعه رقم 2. رقم 15 اذا كانت ايه ب5 و7، فما عدد المجموعات الجزيئيه من المجموعين؟ يا واد يا واد يا واد، انا مديك قانون 2 أس n لما يعوز عدد الجزيئات ب2 أس n، وان عدد العناصر اللي جوه المجموعه، يبقى 2 أس 3 ب8 يا باشمهندس محمد. شوف الحل في ثانيه مع الباشمهندس محمد. طيب 16 بيقول لك اكس كده تقاطع كده، فان اكس بتساوي ايه؟ طيب هنا 7 و5 و8 وهنا 9 و3 و8، اكيد 8 16 بدايه. طيب هنا يا باشمهندس 2 اس ان، 2 اس 2 يا قلبي، 2 اس 2 ب4 معذرة معذرة، 2 اس 2 ب4. هي هنا 3 عناصر يا ولا ركز بقى، انا مركزت هنا عنصرين، يبقى 2 اس 2 ب4 ودي 8. تمام. رقم 17 بعد كده بيقول لك ده اتحاد ده بيساوي ده، يعني 1 و2 و3 ده الاتحاد، يبقى هنا 1 و2 وهنا هيبقى يمكن ان تكون يا هنا، يمكن هنا هيبقى يكون ايه بقى؟ ادي معانا الثلاثه بره، هنا ممكن يساوي يا اما 2 اكس بتساوي اكس زائد 1 هتساوي 2، يبقى الاكس هتساوي 1. هي رقم 17 بألف يا باشمهندس، اصل هي يا 1 يا 0، مفيش غير الواحد. طيب رقم 18 زد اتحاد يا قلبي الان. يعني ايه زد يا ولا؟ مجموعه الاعداد الصحيحه يا استاذ. طيب يعني ايه؟ مجموعه الاعداد الطبيعيه لما يتحدوا مع بعض هيدينا ايه؟ قول يلا.
انا سامع واحد نفسي اقتله بيقول لي زد. غلط يا قلب. يلا قول. صح، شاطر. زد اتحاد ان، يعني مجموعة الأعداد الصحيحة أكبر من ان، فهناخدوها هي الكبير هو اللي بيتاخد في الاتحاد. طيب رقم 19 و20 و21 و22 ركيز من نار، دي أفكار عليا. عدد المجموعات الجزيئية لأي مجموعة لا يمكن أن يساوي. يلا بقى، أنا قلت لك 2 أس ان، حط لي 1 2، حط لي 2 ب4، حط لي 3 8، حط لي 4 ب16، يبقى ما ينفعش. حط لي 5 ب32، حط لي 6. 2 أس 6 بكام؟ 2 أس 6 ب 64، يبقى تمام. طب حط لي 7. 2 أس 7 يا باشمهندس ب 128. هل في حاجه اسمها 2 أس حاجه 2 36 يا ولا؟ يبقى الاجابه باء. شوف التفكير، شوف اللي فاهم القاعده يحل ازاي في ثانيه يا ولا. طيب اذا كان عدد العناصر A اتحاد B ب5، فان عدد عناصر A لا يمكن ان يساوي، لا يمكن ان يساوي ايه يا قلبي؟ لو انت شاطر اهو. يلا، بيقول لك ايه اتحاد B يساوي 5 عناصر، فإن عدد عناصر A لا يمكن أن يساوي 6. ليه؟ هل هيكون أكبر من الاتحاد؟ هو ينفع 3 وينفع 4 وينفع 5، أقصى حاجة ماكس، الماكس 5، يبقى ما ينفعش بعد الستة. طيب رقم 21 بيقول لك ايه تقاطع B بيساوي 5 عناصر، فإن عدد عناصر A لا يمكن أن يساوي في التقاطع. ايه تقاطع B بتساوي 5، يبقى ممكن تساوي 5 اولها 5 و6 و7 و11. طب ما تساويش 4 ليه؟ هتساوي اقل. ايه يا باشمهندس تقاطع ب ب5 عناصر، يبقى اقل حاجه هي الخمسه. هل هننفع بعد الاقل؟ يقول لك لا يمكن ان تساوي، لا يمكن، لا يمكن ان تساوي الاربعه. هي ازاي متقاطعين وخمسه وهاخد اربعه؟ ركز. طيب رقم 22 عشان اخر سؤال يا باشمهندس، هننهي الحصه على كده. بيقول لك اذا كان عدد عناصر ايه اتحاد B يساوي 5 وكان عدد عناصر B يساوي 3، فإن أصغر قيمة من عدد عناصر A، تركيز من النار، عدد عناصر الاتحاد A اتحاد B بيساوي 5 ومدينا ال A ب3. طيب ال B أقل حاجة ليها 2، 3 و2 يكونوا 5. ده تفكير إبداعي، ده سؤال تافه. كده خلصنا يا باشمهندس حصتنا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. أحبكم في الله، مع السلامة يا إخواتي يا حبايبي.